يا صباح أو مساء الخير على حسب بتابعوني في أي وقت. ده يعتبر تاني فلوج ليا على اليوتيوب. هو فلوج قصير مش طويل، بس يعني ان شاء الله تستفيدوا منه يعني ويكون مفيد ليكم. النهاردة كلنا كنا اجازة، فقلنا نفطر كده فطار مصري. آه، فول وفلافل بقى وكده. بس خلصنا فطار وقلت اعمل 2 نسكافيه ليا والماما نقعد كده نشربه كده بمزاج قدام التلفزيون. خلصنا بقى النسكافيه وقلت اخد الارض كده كنسة حلوة. انا في الصيف ما بحبش السجاد في الصيف خالص، يعني بحب الارض كده تكون من غير حاجة. بحس ان الواحد يكنس على طول ويمسح بشكل يومي. بس وبعدها ريشت بقى عشان لو في اي تراب او كده. الريشة دي اول ما اختي جابتها انا اتريقت عليها ان هي خفيفة وكده، بس حلوة جدا وبتجيب حتى الاماكن الصغيرة، فتحفة. هنا بقى شغلت بخور. اختي بقى قالت تعمل لنا توست بالحبة الكاملة لتاني يوم عشان نفطر بيه، يعني كده كفطار خفيف. هنا بقى بعد ما طلعته من الفرن شكله تحفة يتاكل حاف اصلا يعني. بس وبعد كده بقى قطعته وحطيته في علبة علشان ما ينشفش يعني وكده ويفضل طري لتاني يوم. بس وبعد كده دخلت بقى على المكتب، قلت اريشه. وانا بريشه وصلت لي اوردر. كنت طالبة كرسي من قبل العيد ولسه واصل لي، لان الكرسي اللي انا كنت بقعد عليه كان بيتعب لي ظهري جدا وانا بقعد فترة طويلة على اللاب، فكنت بتعب منه بصراحة. هفتحه واجيلكوا علشان خاطر هما لفينه لفة جامدة قوي يعني. بس هو جاي متركب وكل حاجة بس ما عدا القطعة دي، فانا ركبتها. بس هو بصراحة حلو بالنسبة لسعره. الماتريال حلوة جدا بالنسبة للسعر بصراحة يعني، فعجبني. ماما قالت هتعمل لنا على الغدا بامية مع لحمة كده. هي المفروض بتتحط كطاجن في الفرن، بس احنا عملناها عادي في الحلة. سلقنا اللحمة الأول وبعد كده نزلنا عليها البامية والصلصة وطلعت حلوة برضو يعني. بس ماما دبستني بقى في الرز، قالت لي اعمليه انتي. انا مش عارفة الرز الحاجة الوحيدة اللي بعطل فيها، يعني انا بعرف اطبخ واعرف اعمل اكل كتير حلو، بس الرز الحاجة الوحيدة اللي بعطل فيها وبيطلع معجن معايا، مش عارفة ايه السبب. بس كان طعمه حلو في الاخر يعني. بس ده كان اول يوم بقى. ده هنا بقى تاني يوم اختي كانت بتسقي الزرع. الرغاوي اللي على الزرع دي ده بيبقى صابون مخصوص للزرع علشان ما يجيلوش حشرات او كده ويقعد فترة اطول معاكم. بس بعد كده بقى قلت اعمل لي فطار خفيف، اومليت كده مع حتة توست.
الاومليت هنا عمل على شكل قلب، فحسيت ان دي اشارة. بس ده كان فطاري بقى. وبعد كده رحت اضايق مودي. معرفش هو ليه بيكره الفلاية دي، كل ما يشوفها بيتعصب منها، مش عارفة ايه السبب. بس هو مش طايق حتى يشوفها. بحب اضايقه. بس بعد كده قلت ايه، اخد شاور كده سريع، وقلت اوريكم الحاجات اللي انا استخدمتها الفترة الاخيرة وعجبتني. كان من ضمنهم الجلافز دوت. انا مش فاكرة ماركته ايه بصراحة، يعني كانت افريكانا ولا ماركة ايه. بس هو حلو جدا، بحط عليه الشاور وبدعك كده يعني بحركات دائرية. هو جميل يعني، بستخدمه بشكل يومي مش بيعمل لي حاجة. الفرشة دي هي مش ماركة معروفة، بس حلوة يعني جميلة، بستخدمها مرة في الأسبوع. في ناس بتستخدمها على الناشف، في ناس بتستخدمها مع زيت، في ناس بتستخدمها مع شاور. أنا بستخدمها مع الشاور. وبرضو الفرشة دي أنا أول ما جبت اللي هي البلاستيك، ف جرحت لي فروة راسي. أنا مكنتش أعرف إن في منها سيليكون أصلا، فجبت اللي هي السيليكون دي، كانت من افريكانا. تحفة. طلعت لي بيبي هير. لو عندك قشرة هتشيل القشرة. فهي بصراحة تحفة جدا على عكس البلاستيك اللي انا كنت جايباها. ده بقى مجموعة زيوت انا اللي عاملاها. حاطة بيبي اويل وزيت ورد وجليسرين، بس مش مكترة الجليسرين عشان هو تقيل اصلا، عشان ما يطلعش حبوب في الجسم او كده. وحاطة نقطتين مسك رمان. تحفة. بحطها بعد الشاور، بتخلي ريحتي فريش طول اليوم، وتحسي كده ان انتي ريحتك نظافة. ده غير طبعا الترطيب. النقطة اللي انا حطيتها دي كانت كتير شوية، يعني النقطة دي ممكن تكفي ايديك الاتنين. فهو حلو جدا يعني. الغسول ده انا بستخدمه مع الشاور. بحط كده نقطتين. بستخدمه مرة او مرتين في الاسبوع. حلو عشان لو في اي حبوب في جسمك او كده، ده هيخففها. فحلو بصراحة. بس اخدت شاور وقلت اعمل قهوة، واقعد كده اتفرج على مسلسل حلو كده. المسلسل ده حلو، هو سوري. بيفكرني بونيس، يعني نفس الاجواء كده بتاعته. بس مودي تعب من كتر اللعب ونام، بينام نومات غريبة جدا، بيضحكني احيانا. بس يعني ده كان فلوج النهاردة، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه.